السلام عليكم متتبعين متتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع هاد الحراره؟ الله يبردها علينا وعليكم يا ربي. اليوم اخواتي غادي نحضر معكم هاد العصير اللي بزاف ديال الاخوات طلبوه مني، قال لي ضغطوا عندي كيقول لك حطي لنا عفاك في القناه باش نشوفوا الطريقه مزيان. ودابا عاد كتاب باش غادي نحطو لكم مع هاد الحراره هذه وقته. هنا هاد العصير هذا اللي كيجيب كميه وفيره وكذلك بنكهات مختلفة. أنا متأكدة إلا جربته غادي تستغناو على المشروبات الغازية، حيت هذا العصير كيجي منعش بزاف وكيجي عقد، ما كيجيش داك العصير اللي كيكون جاري. المتتبعات الوفيات ديالي اللي كنشكرهم دائما على المتابعه ديالهم والدعم ديالهم، راه ما كنحط الحاجه حتى كنتيقن بان غادي تعجبكم 100%، وشي حاجه اللي طوب وتستافدوا منها وترحموني عليها. خصوصا الناس اللي مدمنين هكا على المشروبات الغازيه والعواصر كيشريوهم، احسن هذا وجدوا في الدار كيجي احسن. والناس اللي اول مره كطلع لهم القناه ديالي، مرحبا بكم، تابونوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، بنجي غير الجديد ان شاء الله. ونمشيو مع الطريقه ديال التحضير. المكونات غادي نعطيكم هنايا. بالنسبه للسكر عندي كيلو قل ربع ديال السكر. حنا كيتدار له كيلو ولكن ما كيجي حلو بزاف، المهم اللي كيبغي الحلاوه يدير كيلو ديال السكر. هنا بالنسبه هاد المكونات اخرين عندي هنا هاد السنيده الحامضه، هي راها كاينه موجوده عند الناس اللي كيبيعوا هاد لوازم الحلويات، راه كاينه موجوده هي. كاين اللي كيقول لها حجر الليل، كاين اللي كيقول لها سنيده الحامضه، المهم كل واحد. وهنايا عندي هاد المختير ديال العصير، شوفوا كي داير هذا، راه ما تخافوش منه، راه هذا غير النشا بحال النشا، داير الطحين ديال البطاطا باش كيصاوبوه، يعني ماشي شي مكون خاطر اللي تخافوا منه. وصافي هذا هما المكونات. وهذا اللي ضروري غادي اول حاجه غادي نشدو، غادي نخلطوا هاد النواشف هما الاولين. هنا غادي نشد واحد المعلقه كبيره ديال هاد السنيده الحامضه، هانتوما تشوفوا بحال هكا. وغادي نجيب هاد المختير ديال العصير حتى هو غادي نعمر منه معلقه، هذه معلقه صغيره عامره مزيان هكا. علاش درت هاد الطريقه هذه؟ حيت هاد الطحين هذا دايره كما قلت لكم بحال النشا، وإلا ما خلطناهش مع هكا سكر ولا كيتكور، كيولينا بحال فاش كنديروا الطحين مع ولا النشا هكا مع الماء. ولا هاد الطريقه هذه كتجي ساهله باش بلا ما نديروه لا في الطحانه لا حتى حاجه، حيت كنديروا في الطحانه كيطلق ديك الرغوه ما كيجيش زوين. صافي هنا كنخلط مزيان هاد، صافي هنا هادو سالينا بهم. غادي المهم غادي نخلط مزيان، غادي نخلط هكا. هنا من بعد كنجيب، هنا عندي 5 يطرو ديال الماء، كما كتشوفوا انا ما عمرتوش مزيان حيت انا مازال غادي نضيف له واحد نص يطرو ديال الحليب. هنا كنخلي واحد المساحه باش على ما نحرك دوب لي هاد السنيده عاد ديك الساعه نضيف هذا الحليب هذا. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا. هنا غادي نجيب هاد الدواز هذا هو باش غادي نخدم، وغادي نخوي هذا السكر. بطبيعه الحال هاد الماء خصو يكون بارد مزيان، وضعته في المجمد حتى شد ديك البروده مزيان، ضروري باش يجيكم هذا العصير منعش، او ممكن حتى كتساليو عاد تضيفوه في الثلاجه. وهنا دابا غادي نحركو مزيان حتى كتذوب لي ديك السنيده، كنتاكد بين راه دابت. هنا صافي كما كتشوفوا حتى اللون ديال الماء راه تبدل. وفي هذا الاثناء عاد غادي نضيف نصف لتر من الحليب. ممكن تضيفوا هذا، ممكن تضيفوا داك اللي كيكون معقم. المهم نص لتر في هذا 5 لتر ديال الماء. صافي كنحرك مزيان حتى كنخلط، يعني حتى كنحصلوا على لاباز ديال العصير. ديك الساعه دابا غادي نضيفوا النكهات اللي بغينا. عندي هادو ديال الحامض، وهاد الاخرى ديال الخوخ حتى هو كيجي زوين، وديال البيستاج اللي بغات دير الليمون اللي بغات دير الفريز.
المهم الاذواق كتختلف. هنا بالنسبه اللي بغات دير غير نكهه كامله في هاد 5 يطرو، غادي تضيف هاد العلبه هادي، راه كدير تقريبا 5 دراهم عند مولا اللي كيبيع لوازم الحلويات. غادي نضيفوها كتجي نيشان في هاد 5 لتر ديال العصير. هنا انا دابا غادي كما غادي تشوفوا غادي نقسمها تقريبا هكا. هاد 5 لتر غنقسمها على 3 ديال القراعي، اما يطرو ونص اولا 2 يطرو ويطرو بوحدو. المهم باش غادي نخرج 3 ديال النكهات وخلاص. الا كانت شي وحده عندها شي مناسبه، حيت هذا كيتقدم في المناسبات اللي بغات ديرو كيطيح اقتصادي، غادي دير بطبيعه الحال 5 يطرو، كل 5 يطرو بالنكهه. وهنا اللي بغات تجربو غادي دير كما درت انا دابا. هنا كما كتشوفوا خويتي هنايا في هذه القرعه هذه، عندي هذه القرعه فيها يطرو ونص ديال اللي كتهز. خويت هذه يطرو ونص في هذه القرعه. وغادي دابا هذا الفيديو الكبير غادي نضيف النكهه ديال الحامض. غير هي هذه النكهه الحامض ما غنديرهاش كامله حيت انا نقصت، غادي نحيد فيها واحد شويه داك القياس اللي حيدت في القرعه. المهم نتوما عينكم ميزانكم، هانتوما بحال هكا. هنا الا كثرت النكهه بزاف عاوتاني كيجي العصير مر، دائما ديروا بالقياس. وهاد القرعه الاخرى غادي ندير فيها النكهه ديال البيستاش، وغادي نحرك مزيان حتى داك النكهه كتذوب في الماء. صافي من بعد ما خلطتهم مزيان، دابا غادي نجيب قرعه اخرى اللي تكون فارغه وغادي نخوي فيها هذا اللي عندي في ديال الحامض. غادي نخويه هنا في هذه القرعه هذه باش نخرج واحد النكهه اخرى غادي تكون خليط ما بين النكهه ديال الحامض والنكهه ديال الخوخ. كيجي رائع 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 بزاف. هذه قلت غنجربهم نشوف الا صدق زوين الصراحه. جا واحد المذاق، حيت دائما الحامض والليمون راه كيتواتاو مع الخوخ. وهنا غادي ناخذ واحد شويه ديال النكهه ديال الخوخ وغنخلطها مع هاد النكهه ديال الليمون باش كنخرج داك العصير مختلف على ديال الحامض وعلى ديال بيستاش. وصافي كنخلط مزيان، غتشوفوا حتى في اللون راه كيكونوا مبدلين. المهم هذا هو العصير والشكل النهائي من بعد ما كنردوهم من القرعه ديال البلاستيك للقرعه ديال الزاج، وكنديرهم هكا في الثلاجه كيبقاو باردين. اللي بغا كياخذ منهم كيجي عاقد وزوين. هذا ديال الخوخ وهذا ديال البيستاج، وغادي نخوي هكا ديال الحامض. جربوها البنات راه غيعجبكم وتعيو معايا. كيجي رائع رائع، لكن خصو يكون بارد مزيان، كيجي منعش. الا كان بارد كيزيد بنه على بنه. نتمنى الناس اللي مدمنين على هاد المشروبات الغازيه والعصير من الاحسن صابوا هذا في الدار، كيطيح لكم اقتصادي. ودائما العصير عندكم في الدار تبردوا به في هذا الصيف. وكنشكركم على المتابعه، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. والى فيديو جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.